السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي، كل سنة وانتم طيبين. يلا يا حبيبتي بقى انت وهي اعملي العناب او الكركديه الساقع زي ما انت شايفة كده، اللي بتشتريه كل يوم ب10 جنيه كيس قد كده، هتوفري وتدبري. شهر رمضان بيحب الحاجات الكتير، وكل سنة وانتم طيبين. يا رب عودها علينا وعلى أمة محمد بخير يا رب. الفيديو ده حلو ليكي قوي وهينفعك في شهر رمضان. بدل ما كل شوية تجيبي وتبعتي العيال يجيبوا او تبعتي حد يجيب، اعمليه في بيتك، هتضمني نظافته وتضمني حلاوته. يلا بقى يا حبيبة قلبي بسرعة كده خش على الفيديو، ب20 جنيه بس وكوباية سكر. هتعملي حبة حلوين كده زي ما انت شايفة كده، تعمليهم في رمضان بقى كام يوم ما شاء الله، وكل ما يخلص تعملي شوية، بتوفري برضو وبتدبري. يلا حبيبة قلبي كل سنة وانت طيبة، شكله جميل. عايزة تغمقي عن كده، عايزة تفتحي، بص من قدامك متاح العصير اللي انت عايزاه. يلا نخش على الفيديو. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. يا صباح الفل وصباح الورد وصباح الياسمين على احلى متابعين في الدنيا. حبايب قلبي كل سنة وانتم طيبين. ب20 جنيه بس هنعمل أحلى عصير أو أحلى عناب. ماشي يا حبايبي، يعني معانا كركديه، هنقوله بقى عناب، هنقول الكركديه ساقع زي ما تسميه سميه. كلنا بنجيبه في رمضان من العربيات وبنحبه ونروح نجيبه. لما نعمله في بيتنا كده ونوفر وندبر كده، نقناه وطلعنا الحاجات الوحشة اللي فيه زي ما انتوا شايفين. أنا جايبه ب20 جنيه بس. نقيته ظبطته كده ونفضته من التراب او اي حاجه، طبعا مش هينفع اغسله خالص لان الدنيا شتا طبعا، ومفيش مش هينشف معايا. حتى لما تيجي تطحنيه مش هينطحن، فانت نفضيه حلو ونضفيه ونقيه زي ما انا نقيته كده. وهتجيبي الكبه بتاعتك بقى يا حبيبتي، المصحنه اللي بنصحن فيها الفلفل والكمون، وهتمسكيه تطحنيه زي ما بتطحني الفلفل والكمون بالظبط. معايا، خليكي معايا. او هتغيري بقى المحطه ولا تروحي في اي حته، معلش انا عندي دور برد. هتطحنيه بقى زي ما تنعميه خالص، يعني مش بينعم قوي قوي يعني، بس يبقى معاكي ناعم خالص كده، انا يعني خشن عن الفلفل شويه. هوريكي دلوقتي السمك بتاعه اهو، بصوا هيبقى معاكي كده. هطحنه برضو كمان شويه علشان ايه؟ يبقى ناعم. هنا كنت طحنته مرتين، يعني خليته ايه، ناعم شويه. تمام، هنا خلصت بقى كل الكمية زي ما انتوا شايفين، لان مش كمية كتير. عايزة تعملي انت تجيبي ب50 جنيه، عايزة تجيبي ب100 جنيه، براحتك خالص، ما بيجرالوش اي حاجة، ومن غير اي مواد حافظة ولا ملح ليمون ولا اي حاجة والله بتتحط عليه. حلو زي الفل، وما بيعيش معاكي في التلاجة، في باب التلاجة، او يعيش معاكي في الفريزر عادي، ما بيجرالهوش اي حاجة. هتنخليه بقى بالمصفى السلك كده زي ما انت شايفة، برضو هتطلعي منه اي شوائب فيه زي ما انت شايفة كده، وتطحنيه طحن يعني اللهم صل على سيدنا محمد. تنخليه نخلة حلوة كده زي ما انت شايف، وهتطلعي منه كل اللي فيه. تمام تمام. بصوا بقى يا حبايبي، انا مش عايزه اخبي عليكم ولا اقول لكم، انا بعد ما طحنته كده برضه وقلبته على السكر، لقيت برضه في على وش الكوبايه كده يعني شوائب بسيطه خالص كده. فانت بقى لو عمل معاكي كده برضه، حطي شاشه على الشفشه اللي هتعمليه وصفيه، مش هيجراله اي حاجه، هيبقى تمام التمام. ماشي يا حبايبي، عشان برضو مش عايزه اخبي عليكم يعني. فهنا قلبت، حطيت كوبايه من السكر كده الاول، حسيت ان هو عايز كمان كوبايه او نص كوبايه، حطيت نص كوبايه. ما تفكرش ان هو مش هيغمق، هيغمق خالص دلوقتي وهتشوفوا لونه معايا. ماشي، بس اما نحط عليه الميه بقى ونفركه كده في السكر هتشوفي بقى. هنا بقى هتجيبي معلقتين 3 من الميه كده وتعمليه زي الرمله المبلوله كده. تمام، يعني حبه الميه دول معلقتين 3 كده، وهتقلبي. قلبي بقى بالمعلقه كده، وبعد كده البسي كيس في ايديكي او البسي قلافز في ايديكي يعني بصي، قلبي السكر، يعني غلفي السكر كده بالعناب. تمام، هتفضلي بقى تقلبي فيه كده وتغلفيه كده في بعضه لما تحسي ان كل السكر اتقلب في بعضه كده وبقى عامل زي الرمله المبلوله. بصوا بقى الكيس بقى، لو كنت عملتي بايديكي كان مسك فيها زي الكيس كده لانه سكر. ماشي، تمام تمام. بصوا بقى اللون، شايفين لون حلو قوي، لونه جميل جدا. وهتحط بقى في الكوبايات وتحط في الشفشق كده وتشربي بقى بالهنا والشفا. في رمضان احلى عصير عاملاه في بيتك وضامنه نظافته وما فيهوش اي مواد حافظه. اهم حاجه شايفين اللون،
عناب يا اخواتي، عناب. بسم الله ما شاء الله. بألف هنا وشفا، وكل سنة وانتم طيبين، ويا رب عودها علينا وعلى أمة محمد بخير يا رب. واستنونا بقى في فيديوهات كتير 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 جاية إن شاء الله لشهر رمضان بإذن الله. هنعمل لكم حاجات بسيطة كده، بس حاجات بتنفع في البيت وبتنفع في التلاجة بتاعتك. مش عايزة أقولك بقى كل حاجة بنحتاجها في البيت. هتعبيه بقى في جردل زي ده، هتعبيه في أكياس، أكياس لا أكياس تلاجة، زي ما انت عايزة تعبيه عبيه. المهم هتحفظيه في التلاجة، يا في الباب التلاجة يا في الفريزر. تمام حبيبة قلبي اهو. كده بقى هتحفظيه. بص عامل كمية ما شاء الله، كمية كبيرة أوي حلوة، كمية حلوة يعني. تمام تمام. بصوا بقى هنعمل بقى اختبار دلوقتي قدامكم كده. يعني هنعمل اختبار واحنا قاعدين مع بعض كده. جبنا كوبايتين كده، يعني 2 شوب كده حلوين. ماشي يا حبايب قلبي. وجبنا بقى السكر، هنحط معلقتين من السكر، كل كوباية معلقة ونص كده. عايزة تحليه عن كده حليه، عايزاه يبقى يعني مظبوط. معلقة ونص على الكوباية. وحطينا برضو معلقة كده من العناب. عايزة تغمقيه عن كده غمقيه. بصوا ما هيتقلب دلوقتي. وحطينا مكعبين تلج. واحنا بقى مش في السقعة لسه، يعني احنا مش في الصيف، احنا في السقعة. مش عايزة اسقعهم قوي يعني. بصوا شايفين اللون تحفة، لونه تحفة. اه تمام تمام. يلا بقى يا حبيبة قلبي، هاتي شيلومو، هاتي اشربي بقى بالهنا والشفا. بصوا بقى، وقدمي بقى لحبايبك كده، لعيالك ولأهل بيتك ولضيوفك. بسم الله ما شاء الله، حاجة مشرفة بجد. ومش مكلفة، مشرفة ومش مكلفة. صدقوني والله. بسم الله ما شاء الله. اه. عايزة تغمقي عن كده غمقي عن كده. طبعا انا غمقته شوية كمان عن كده، بس مش قدامكم يعني. حطيت كل كوباية عليها نص معلقة كمان. يعني الكوباية ديت عايزة نص معلقة ونص. اه بصوا هنا غامق ازاي. غمقته كمان شوية، لقيته خفيف كده، غمقته كمان شوية. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.